اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا شو. وضعنا هو يعني ايه اصلا وضعنا؟ I've missed you، واتمنى ان انتوا كمان تبقوا you've missed me. لو you missed me as much as I've missed you، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان عايز اوصل ل 200,000 سبسكرايبر قبل ما اموت. النهارده هنتكلم عن توبيك عبثي جدا، عشوائي جدا. كنا قبل كده اتكلمنا عن قنوات التلفزيون الكاس اللي متفهم لهاش صاحب، متعرفش دي جت منين ولا بتاعت مين. كنا اتكلمنا عن قناتين، قناه الصحه والجمال وقناه الحدث اليوم. كنا اتكلمنا قبل كده برضو عن التيك توكرز الغراب زي بتوع الهدوم وغيرهم كتير. فيديو النهارده بقى هو ميكس ما بين الاثنين. فيديو النهارده هنتكلم عن القنوات دي لما قررت ان هي تستضيف تيك توكرز عندهم. مش عارف ليه بصراحه، ممكن حد يعمل حوار صحفي فني مع تيك توكرز زي الافريقي مثلا او سوزي الاردنيه او ماب شادي. يعني ايه الحاجه اللي عندهم ممكن يقدموها او يقولوها؟ ايه الحاجه اللي محتاجه مذيعه تقعد قدامهم واستوديو عشان يقعدوا يتكلموا فيها؟ معظم الانترفيوز دي بتقدمها واحده اسمها سالي مطر. انا مش عارف هي سالي مطر دي ممثله ولا مذيعه ولا ايه بالظبط، بس انا لما دخلت عند الصفحه الرسميه للفنانه سالي مطر لقيتها حاجه تقيله، يعني حاجه اعلاميه مخضرمه. يعني تقدروا تستكسوا ده من بوستر البرنامج بتاعها، من جوده الفوتوشوب اللي هي مقطوعه بيه في البوستر ده بوستر تاني برضو من الكواليتي بتاعته تقدر تعرف احنا النهارده داخلين على ايه. حاجه جديره بالذكر برضو ان البرنامج بتاعها اسمه دوشه. يعني هم معترفين، يعني هي معترفه ان البرنامج بتاعها ده ازعاج، دوشه، زنا سمعي وبصري. اول فيديو معانا هو لقاء حصري مع البلوجر كروان مشكله ومي مشكله. دي عيله المشكله. يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدي برنامج دوشه والسيزون الخامس. هو في 5 سيزونز اتعملوا بالبرنامج ده. واضح ان هو برنامج تقيل، برنامج بقاله كتير بيتعرض. هي لو جابت الاف واي بي بتاع التيك توك كله مش هتعمل 5 سيزونز. ومعانا النهارده البلوجر كروان مشاكل ومي مشكله. منوريني. بنورك والله بنورك. ايه الفريم ده؟ يعني عايز افهم ايه ده؟ ايه الفريم ده؟ وايه اللي هو لابسه ده؟ ليه في تيشيرت ماركته ديزني؟ عمر اعرف ان ديزني بتصنع ملابس بصراحه. ليه لابس الفانيلا فوق التيشيرت؟ يعني مش المفروض الفانيلا تبقى تحت التيشيرت؟ وايه الاحمرات دي كلها؟ يعني هو لابس احمر وهي لابسه احمر وقاعدين على كنبه برتقاني، ما شاء الله. يعني ماتشنج اوتفيتس مش طبيعي. الموضوع شكله غريب. تحس سالي مطر دي كل يوم بتروح مدينه الانتاج الاعلامي بتوك توك، واول ما بتوصل بتقول للسواق ما تيجي تصور. يعني الست دي انا ممكن اشوفها مثلا في شؤون الطلبه، اشوفها في اتوبيس هيئه نقل عام، بس ما اشوفهاش على تيك توك. يعني انا مش عارف الستات الكبار دول بيجيبوهم ازاي وبيقنعوهم ازاي ان هم يعملوا تيك توك. لو تفتكروا برضو الست بتاعت مش باللمس بالبق، بس هو برضو ست كبيره كده بتشتغل موظفه الصبح في حته، بعد كده بتروح تعمل لجوزها محشي وتذاكر لعيالها. تعرفش ازاي بيقنعوهم ان هم يعملوا تيك توك؟ طيب نبدا اول سؤال على طول كده عشان احنا متاخرين. ماشي. هم مستعجلين. ايه محتواكم على تيك توك؟ محتوى والله اللي انا بمثل وبطلع مراتي معايا يعني. سؤال غلط. ما اعتقدش ان انت ينفع تسال تيك توكر ايه محتواك. يعني بحس ان مفيش حد على تيك توك عارف هو بيعمل ايه. هو البلاتفورم كله عشوائي، كله بيخش يعمل اي حاجه وخلاص. ما اعتقدش ان في تيك توكر عنده اجابه للسؤال ده. ده المحتوى؟ يعني لا بتقدموا محتوى انا مثلا مغني. لا انا مغني. وانت مش كنت لسه ممثل يا ابني؟ هو ابتدى الجمله ان هو ممثل، بعد كده في النص بقى مغني، في نص الانترفيو هيقول لك انا رسام. ممكن يكون لسه بيبتدي مشواره الفني برضو، مش عارف هو موهوب في ايه بالظبط. شفت لك فيديو ان انت بتناشد، بتحب الغنى وبتناشد النقيب ان انت تاخد كارنيه. النقابه والكارنيه، وهاخده ان شاء الله عشان هسافر دول اوروبيه واغني. يعني انت صوتك حلو. صوته حلو. هيعمل كارنيه نقابه ويسافر دول اوروبيه ويغني. انت يعني لو طلعت بره بيتك الموضوع خطر عامه. تيشيرت ديزني ده المفروض ما فارقش البيت. طب ما تسمعنا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايف يغني صوته يبقى حلو وحاسس ان هيبقى شكلي وحش. هحس ان انا ظلمته، وحاسس ان انا مش المفروض احكم عليه من التيشيرت ديزني بتاعه. مين حضرتك؟ ما اعرفش اللي انت حابه يعني. انا بحب معاك حنت ومعاك الماني ومعاك كل اللغات. ايه الواد الانترناشونال ده؟ وايه الحنتي ده؟ بعدين ثانيه، هو في اغاني الماني اصلا؟ تعرف مش متخيل حد ممكن يغني باللغه دي. بلاش هندي عشان الناس تفهم، يعني قول لنا عربي. هندي، يغني هندي والماني ما شاء الله. لا خلينا في العربي، يعني خلينا على قدنا، مش في نفس المستوى اللي انت فيه. يعني انزل لنا بعد اذنك. ماشي تمام. تواضع. يا حبيبتي ازيك وازاي حبيبك بقى، يا ترى بيحبك زي ما حبيتك انا اسف يا استاذ كروان، ظلمتك، حكمت عليك من شكلك وما استنيتش اسمع موهبتك. طلعت فعلا موهبه جليله، موهبه فعلا تستحق ان انت تسافر دول بره، تروح العياط، تروح الفيوم، تروح بني سويف. ايه رايك؟ الصوت عجبني؟ ايه رايك انت يا استاذ مصطفى؟
هي الحلقه فاضل لها قد ايه؟ ما بهزرش والله، الحلقه فاضل لها قد ايه؟ عامة حاسس بمصطفى ده فاهمه، حاسس ان انا برضو المفروض ما اطولش في الفيديو ده. بس هو عامل دوشه على التيك توك فقلت اجيبه هنا يعمل دوشه. هو اي حد عامل دوشه سالي تجيبيه؟ ماما هبشه دي عامل دوشه على التيك توك، ما فكرتيش تجيبيه ليه؟ مش عاجبني. رايه كده ممكن راي حد معلش يا تاني. أستاذة بص سلوى. بص بص استاذه سلوى بتغلط في الاعلاميه الجليله سالي مطر. لا ده انت عديت كل الحدود بقى، ما ينفعش نسكت لك كده. يا كروان اسمي سالي. الجمهور بتاعي بيحبني يا كله فندم. الحمد لله. الجمهور بتاعي بيحبني. جمهور يعني صفتي ايه انا دلوقتي؟ يعني انا صفتي ايه لما يقول لي الجمهور؟ هو مصطفى خلاص وصل لمرحله هو بيكويتشن بقى الاكزيستنس بتاعته في المكان ده. انا فين؟ انا بعمل ايه؟ مين اللي قدامي ده؟ انا ايه اللي وصلني للحته دي؟ يا ما حمو بيكا انا بتكلم احسن من حمو بيكا. ده الريفرنس يعني. والله يعني سنت اختيار المثال يعني. حمو بيكا اصلا بيجمع الكلام بالعافيه. حمو بيكا طبعا. يعني انت أمال مطرب إيه؟ دلوقتي مؤدي مش مطرب بقى. انت ما تقولش مطرب. لا مطرب. لا لا، لا، حمو بيكا مؤدي. لا، انا لا، مطرب. لا. يا عم انت ولا مؤدي ولا مطرب، انتوا بتتخانقوا على ايه؟ مش فاهم. انت عملت اغاني قبل كده، غنيت في حته، غنيت في مكان. غني 5 اغاني. مغني 5 اغاني. الواد عامل اي بي ما شاء الله. انا نفسي تجمع جمله، بس تجمع جمله سليمه. انا مش عايزك تغني، مش عايز اسمعك بتغني، انا عايز اسمعك تتكلم. الواد ده عنده كام فولور على النفخه اللي هو فيها دي؟ كروان مشكله. انا كروان مشاكل. كروان 19 زوجة كروان، قناة اليوتيوب تحت اسمي كروان مشاكل. يعني لا الواضح ان الواد مسمع في تيك توك. يعني في لحد دلوقتي 5-6 اكونتات فيك باسمه. طيب خلينا نروح لمي. نسالك بقى مي، انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ قولي لي بقى مي، قولي لي بقى علاقة الحب القذرة دي ابتدت من انه مقلب زبالة. اكيد اتقابلوا في الاف واي بي. كان سايق توك توك وانا شاورت له ووقفت التوك توك. طلع سوا توك توك بجد. انا معلش، كنت ماشيه كنت بتاع توك توك. هرجع. كنت بتاع التوك توك ومستعر قوي منها. انت حاسس ان انت دلوقتي مدير شركة يعني. طب نرجع لمي تاني، كملي لنا القصه يا مي. علي صوتك ركبنا يا انا مرة. وصاحبتي ومشينا المشوار بس يعني ده انت بس عمال القصة تاكد ليه خلصت. مرات؟ يعني لما ركبتي انت وصاحبتك وصلتوا المشوار المفروض توصلوا بتدفعوا وتمشوا، مش بتتجوزي سواق توك توك قررتي تعملي معاه فيديوهات يعني. عاملين كتمثيل وموهبه وفن يعني زي تمثيليه كده. مراتي وبقول زي كده تمثيليه. بقول لكم ايه، متجوزين بقى مخطوبين مش متجوزين، ما تولعوا انتوا الاتنين. مش مهتم، مش عايز اعرف. انت ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ انا كنت عايز بس اقول لك حاجه. انا كنت ببرنامجي بستضيف نفس الشخصيات بتوع التيك توكر او البلوجر. بستضيف الاشكال الوسخه اللي اسمها بلوجرز دي. اخر حلقه انا سبت الحلقه ومشيت. انا ما استفدتش منه. ثواني بتكلم. يعني جايبين نتهزق ولا ايه؟ في عبثيه في الاستوديو، في هبل، في عبط، محدش فاهم هو هنا بيعمل ايه يعني. ولا الاتنين دول فاهمين هم قاعدين بيتسالوا في ايه، ولا المذيعه عارفه تسالهم تقول لهم ايه، ولا الراجل التاني ده عارف يفهم جمله حتى من اللي بتتقال. هما الاتنين اصلا نفسهم مره يقول لك متجوزين ومره يقول لك مش متجوزين. مفيش حاجه مفهومه في الكادر ده. والله لو كانوا جابوا وهاب شادي كانوا هيبقوا استفادوا اكتر من كده بكتير. واي نعم برضه ما بيعرفش يتكلم وبيلخبط كده زيهم، بس على الاقل يعني مسرح شعر. لا انا بقول الحقيقه. عاوزاه أنا عشان بقول هو الصراحة. يعني متطلع وشويه نظرته عاليه، عاوزاه يعني نظرته عاليه لفين بالظبط؟ حضرتك هو عنده ضعف نظر اصلا. محتاج داعم ان هو يتخني في مكان التمثيل والخونه. مين الداعم ده؟ وحاجات- داعم التيك توك؟ لا 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 أمال مين داعم الداعم؟ من الوطن العربي. داعم من التيك توك؟ لا 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 لا، داعم من الوطن العربي. يا ابني ما ممكن يبقى من الوطن العربي ومن التيك توك عادي. الوطن العربي ده مش ابلكيشن. هو دي طبيعتك كشخص؟ انت بتتكلم كده ولا انت مصطنع شخصيا؟ لا ارجوك قول لي انك بتمثل. ارجوك قول لي ان دي كاركتر. اصلا مفيش حد بيتكلم كده. لا كلامي طبيعي الحمد لله. طلع طبيعي. مميز من ال10 المميزين في مصر. من 10 مميزين في مصر؟ مين ال10 دول؟ مين اللي اختارهم؟ ومين اللي قرر ان هم مميزين؟ ده في انه مجال؟ ده بانه وسط بالظبط؟ ثانيه واحده. انت خدت جايزه مثلا زي جايزه نوبل كده عشان ان يبقى شاء من الله 10 هناخد مميزين؟ جايزه نوبل. يا عم جايزة نوبل ايه بس؟ صلى على النبي. حاسس ان انا مستوايا انحدر ان انا بتكلم عن الشخصيات دي. كفايه كده. ربنا يوفقك استاذ كروان، تاخد جايزة نوبل واوسكار ان شاء الله. ان شاء الله تاخد الجرامي، بس بعيد عني ارجوك. نخش على اللقاء اللي بعديه ونحاول نعلى شويه بالمستوى. اللقاء اللي بعديه قدموا الاعلاميه المخضرمه سالي مطر مكتشفه المواهب متصفحه التيك توك على برضو نفس القناه، قناه الصحه والجمال. انا بجد مش عارف فين الصحه فين الجمال يعني، بس ماشي. وبرضو نفس البرنامج دوشه تعاج. دوشة كل يوم في دوشة. وهو لقاء خاص مع منسق ملابس الفنانين المشهور احمد الافريقي.
يعني التايتل يحسسك ان هي هتنترفيو مثلا واحد بيلبس ممثلين في 100 جالا مثلا او في الاوسكارز، لا هي هتنترفيو عادي الافريقي المطرشم المشخرم اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده. ده 20 سنة 21 سنة بنموت. يعني حد بالكتير قوي اخره يلبس كزبره وحنجره. ده ضيفنا النهارده بيروج لشغل الملابس، ضيفنا اللي على الله ان شاء الله، ضيفنا اللي ملوش اصحاب. يعني ليه ممكن اجي اعرف حد اقول ضيفنا اللي ملوش اصحاب؟ ضيفنا الوحيد المنبوذ اللي على الله حكايته. بس هي فعلا يعني انا اعذرها، اصل هي تقول ايه؟ هو الموضوع ما فيهوش اي بعد او انجاز، هو الموضوع ببساطه واحد قرر يفتح الكاميرا ويقول اي كلام، فهو ده رصيده. يعني كام كلمه اللي بيقولهم قدام الكاميرا، كام كلمه الغراب اللي الناس بتستغربهم يعني. بقاله 20 سنة بيموت. هنروح نشوف فيديو توضيحي للضيف ولا نرجع فيديو توضيح للضيف. كل واحد شاف طريقه واتكل على الله كده ومشي على ليه ابيض واسود وموسيقى حزينه؟ حاسس ان انا بتفرج على دوكيومنتري الافريقي. وحب اهله وحب امه وابوه الاول وبقى تحت رجليهم، وربنا هينجح وهو هياكل عيش ازاي. انا على الله ان شاء الله، في الاول على الله ان شاء الله، في الاخر على الله ان شاء الله. وهي ماشيه مع الافريقي رحله كفاح وصعود من نقطة الصفر لنقطة ما تحت الصفر. رجعنا من الفاصل ومعانا يعني اشهر واحد في مصر دلوقتي. اشهر واحد في مصر، اشهر واحد عندكم في قناة الصحة والجمال والحدث اليوم، وممكن يكون اشهر واحد داخل الاستوديو. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ست الكل، منورني ومنور الحلقة. والله ده نوري. يعني هتسأله في ايه؟ هتقول له ايه؟ هل انت فعلا على الله حكايتك؟ احكي لنا كيف بدأت الترشمة. ال20 سنة موت كانوا صعبين عليك. عايزين بقى نعرف كده من الاول كده، انت منين؟ من الزاوية الحمراء. عندك كام سنة؟ عندي انت ايه راح فين؟ راح فين؟ احنا هنا. عندي 39. 39 عندك. احمد الافريقي منسق ملابس الفنانين، زي ما قلنا قبل كده هو اصلا ما يعرفش فنانين غير حمو بيكا اعتقد. عندك اخوات؟ عندي علاء وحسام. عندك اولاد؟ عندي 3 اولاد. ومامتك موجودة؟ هو انت طلعي له شهاده قضاء عائلي؟ ايه الاسئله المحوريه دي؟ هي تقريبا مش عارفه تساله في ايه يعني. خلاص بقى تساله بقى اسمك وعنوانك والدور الكام وفاضي تستقبل اوردر يوم الجمعه الصبح ولا لا. في البدايه بقى عايزين نعرف انت جبت منين فكره ان انت تعمل فيديوهات لترويج الملابس؟ السؤال البيزك اللي سالي مطر بتساله لاي تيك توكر او اي مذيع عامه بيساله لاي حد بيعمل اي حاجه على النت، انت الفكره جات لك منين؟ واكن دي حاجه يعني فكره عبقريه صعبه ما بتجيش لاي حد. فين اي حد عنده فرونت كاميرا في الموبايل دلوقتي يقدر يصور فيديو ويقدر يعمل تيك توك. الموضوع ما بقاش عبقري يعني. بلاش السؤال بتاع وانت جالك منين فكره ان انت تعمل فيديوهات. اكيد الالهام ما نزلش عليه من السما يعني ان هو يفتح الكاميرا ويقول اي كلام. عارفين مصر كلها بقت تعمل فيديوهات. ابني عمل ايميل تيك توك ابني عمل ايميل تيك توك احمد الافريقي @المنتشم.com. كنا الاول شغالين على النت والواتس. كانوا شغالين على الواتس. عارف انت المحلات اللي تلاقيها بعت لك مسج على الواتساب كده الساعه 1 بالليل مثلا، رقم غريب باعت لك عرض 3 بيتزات بسعر بيتزتين، انت مش فاهم المحل ده اديته رقمك امتى ولا ازاي وصل لك. هو عنده لستة ارقام وتيشيرت مطرشم ب50 جنيه بودكاست مسج بقى للناس كلها. طب قول لي بقى ايه قصه الطاقيه اللي انت بتلبسها تحت الكاب وايه موضوع الجلابيه؟ ومفيش اي قصه ومفيش اي حاجه. هو اي سؤال هتجاوبيها يقول لك والله بدوع امي، والله على الله. ما تحاوليش تطلعي اي فلسفه او اي خطه هو عملها. مفيش خطه اتعملت عشان الافريقي ده يظهر. الموضوع عشوائيه بحته. انا بتاع لبس. ايوه دي افتكاسات بتطلع مني. ايوه بتدور لي دنيتي، بتشغلني الحركات اللي انا بعملها. يا عم افتكاسات حوارات هي اللي بتمشي الدنيا، بتدور له دنيته. كلها اشتغالات بنضحك بيها على الناس. اللي هو ممكن البس طاقيه تحت الكاب، ممكن الناس تقول لك ده احمد متخانق، الناس تفكر ان انا متعور في دماغي وانا مش متعور في يا ابن اللعيبه. دي حركات، دي ترشمه، دي مقالب. السؤال الاهم من كل ده يعني ايه المطرشم؟ دي بقى النقطه بقى المحوريه في الحوار. دي بقى الحاجه اللي كلنا بقى بنقعد نتفرج على سالي يوم الاربعاء الساعه 4 عشان نعرفها. يعني ايه المطرشم؟ قول بقى افريقي واشرح لنا، فهمنا بقى، وعينا. احنا ما عندناش وعي، ما نعرفش يعني ايه المطرشم والمشخرم. دي هدوم بقى. ايوه اللي هو ممكن ابقى بعمل الفيديو والحته بقى هي اللي بتخليني اقول دي مطرشمه ودي مطرقه. هو ايه البتاع اللي ظهر تحت ده؟ هو ايه الحوار فني مع منصه كلمه؟ حوار فني؟ ايه الفن في الحوار؟ انتوا هتحوروا افريقي. انا بشوف اكتر 3 على التيك توك بيقدموا محتوى للملابس، انت والشاذلي وقرشي. ده بقى وسط الملابس على التيك توك. زي ما في وسط فني كده ووسط غنائي، في وسط بقى ايه تيك توكرز ملابس بقى. شويه كمان كده تعمل له فقره صوره وتعليق. ايه رايك في الشاذلي؟ والله صديق عزيز بكن له كل الاحترام والتقدير. عايز مصر كلها في نجاح. برو هاز نو انيميز. احنا عندنا النهارده فقره اسمها
فقره صوره وتعليق يعني. ده طلع بجد. هينزلوا له صور مين؟ هينزلوا له صور علاء الافريقي مثلا؟ ايه سر خلافك مع علاء الافريقي؟ قدامك اهي اخويا العيش، عصام صاصا. حته من قلبي ده الصاصه الخلاصه. الصاصة ده الصاصة ده الخلاصة، ده احنا متربيين سوا، ده احنا كده واكلين شاربين نايمين. ده قلبي ده. حمو التيخ. قلبي برضه تيخو انا بموت فيه، بس رقم واحد في حياتي الصاصه. معلش. وبقعد معاه وباكل معاه وبشرب معاه وممكن بمشي معاه كمان. وايه العلاقة المريبة دي؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ بيك حبيبي برضه بيكا. هو ليه ده الناس بتوع المهرجانات ما بيقولوش حمو بيكا، بيقولوا بيكا وبينطقوها كده بيكا ده حبيبي. صاصة كروان، صاصة الخلاصة، في لغة كده. دول عيشة اخواتي دول. مين دول؟ هو انا حاسس ان هي جايبه شعبي بلاي ليست. اعتقد ان هي لو كانت جابت حد من بره البلاي ليست دي، جابت رابر مثلا ما كانش يعرفه. ايه موضوع الباركود؟ باركود؟ هو الافريقي يعرف يعني ايه باركود؟ اللي هو بتاع مراسي ولا ايه؟ ايوه الناس حبايبي بعتوا لي باركود وما رحتش اصلا. ده انت عديت بقى يا عم. عصام صاصا بقى صاحبك وبقى معاك باركود مراسي، الله يسهل لك يا عم. اتبسطت في الساحل؟ تمام. اتبسطت. ايه الفرق بينها وبين الزاويه الحمراء؟ يعني ايه الفرق بين الزاويه الحمراء ايه الفرق بين الزاويه الحمراء هو اي اسئله وخلاص؟ ده انت اعلاميه موت. تلبس حد من المشاهير بتوع التيك توك، اسلام فوزي واسلام زين، يعني لو هتلبس حد من الاثنين دول تلبس مين؟ مين دول؟ البس الاثنين. تلبس الاثنين؟ ولا حاسك هتلبسهم في الحيطه مثلا؟ ما بتفرجش على تيك توك، ممكن اعمل فيديو حضرتك وما ببصش عليه. بص على ايه؟ انا عايز اعرف انت بتبص على ايه دلوقتي. اللي بيتمسك بحاجه ما بتجيش معاه، اللي سايبها على الله كده ربنا بيكرمه. الافريقي طلع فلسفي، بيتبع نظريه الجذب العكسيه. الدوله كلها بتشتري مني هدوم، لدرجه بلاد بره بيجوا لي ناس برضو. بلاد بره دي اللي هو واحد نازل مصر من لندن مثلا، بيروحوا يقولوا له النبي بس وانت راجع هات لنا حته كده مطرشمه من الافريقي، وعلى التليفون واوريك. برو از انترناشونال. تفكر بقى تدخل مجال التمثيل والغنى؟ ربنا بقى اللي رايد بيه. عايز منتج داعم، عايز داعم، ممكن نفس الدعم اللي هيعمل لكروان مشكله دخله التمثيل يدخل معاه الافريقي. مين اكتر ممثل او ممثله انت بتحبها؟ انت متابع ولا مش متابع يعني؟ بقول لك على الله ان شاء الله. هو مفيش، هو صاصه العشق بس، ما يعرفش حد في حياته غير الصاصه. انا عملت حاجه ما حدش عملها في مصر ولا حد هيعرف يعملها لغايه ما قيامه الدنيا تقوم. ايوه يا ترى ايه اللي هي؟ هو قياسه الكل. انا بعت جاكيت اسباني ب 350 جنيه، دي ما حدش هيعملها وانا مش عارف اعملها. يا ابن الايه، جاكيت اسباني يا فاجر ب 350 جنيه؟ يعني ايه جاكيت اسباني؟ كنت كل يوم بسافر القنطره اجيب شغل، من هنا بقى خدت الطرشمه. القنطره دي بتروح منها تاخد تصريح ترشمه. اكتر حلقه انا اتبسطت فيها بجد فعلا النهارده مع الافريقي، بس طبعا وقت الحلقه خلص. يا خساره يا خساره، وقت الحلقه خلص. اخر انترفيو معانا هو المصري شبيه جنكيز التركي. انا واخدها مرزقه مش عشان الشهره وفي ناس متقبلونيش. القاع بقى ده تحت خالص بقى. يعني جنكيز خان التركي ده نفسه اصلا في القاع. ليه؟ هو واحد ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيهز بطنه او كرشه على اغنيه، حتى اغنيه ما بتتغيرش. تخيل ان انت تبقى شبيه ده، يعني انت مش شبيه مثلا ممثل ولا مغني ولا لاعب كرة مشهور، لا انت شبيه تيك توكر. يعني شبيه تيك توكر دي بقى انت خلاص، انت وصلت خلاص تحت بقى، مفيش اوحش من كده. بيقلد ياسين جنكيز التركي. اعرضوا كده يا جماعه الصوره، اعرضوها. ما تعرضوها يا جدعان. جاهزين ولا ايه يا شباب؟ تمام. زي ما حضراتكم شايفين ده جنكيز التركي. هاتوا بقى الصوره الثانيه اللي فيها الاثنين، في فيديو كده فيه الاثنين. ما تنجزونا يا جدعان. بس الساده المشاهدين اللي مش عارفين يعرفوا، لان المتابعين حتى الواد التركي كرشه احسن واكبر من الشبيه. حتى في الكرش احنا مش عارفين حتى ان نوصل للكوبي الاصليه، احنا عاملين نسخه رديئه منها. طب كنت كل شويه، يعني كنت تتخنلك حبه اكتر شويه، هزلك هزه حلوه كده. اهلا بيك يا هشام ونورتني. اهلا بيك يا استاذ امير. معنا كمان الطفل مروان شبيه التيك توكر نويل. اهلا بيك يا مروان. اهلا بك يا استاذ. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ مين ده وليه؟ ليه يا جدعان؟ ليه؟ ده تلاقي عنده مدرسه بكره ده، ولا ده ضحيه التيك توك، ضحيه المشاهدات. ده المفروض ما يبقاش هنا كده ولا بيعمل اللي بيعمله ده. هشام، تمام. انت قبل ما تقلد كنت شغال ايه؟ قبل ما تاخد الفيك ايدنتيتي بتاعت حد غيرك، الايدنتيتي بتاعتك كانت ايه؟ اشتغلت جميع الشغلانات، اشتغلت في السيراميك مع خالي، اشتغلت في المطاعم،
اشتغلت فنادق، اشتغلت امن. اشتغلت امن؟ اشك ان انت تكون اشتغلت امن. انت اكيد عارف لو حد سرق حاجه وطلع يجري انت اشتغلت تعمل حاجه. يعني قسيت في حياتي الحمد لله قسيت في حياتك؟ هلاقيها منك ولا هلاقيها من الشقيان؟ انتوا مين انتوا ايه؟ ما اعتمدش غير على لقمة عيش. طيب انت ليه يعني انت ليه عامه؟ انت ايه جالك فكره انك تبقى بتقلد حد مشهور وتبدا تكسب من ورا التقليد ده؟ يعني من اسبوعين وكده كلمت استاذ محمد الجندي، اقترحت عليه الموضوع، قال لي تمام. ده كلمت استاذ محمد الجندي؟ ده مخرج يعني، ليه حاسه حد تقيل يعني، منتج او مخرج. كلمت استاذ محمد الجندي، عرضت عليه الفكره، عرضت عليه سكريبت الفيلم والسيناريو، واتفق معاه ان هو ينتجه. هم لما اقنعوك بناء عن ايه؟ عن الشهره والمال، ولا علشان هم شايفين فيك موهبه؟ بناء على الكرش يعني، وشافوا فيه هزه حلوه. وتاني حاجه انا برضو دخلتها مش موضوع شهره، انا داخلها اللي هي مرزقه، يعني داخلين نقلب عيشنا، يعني نروح مطعم نهز هزه، ناكل عشوائيه حلوه كده، يعني بنقلب عيشنا. بص يا حضرتك، احنا في زمن دلوقتي يعني بتلاقي فيه شبيه لاعب كوره، شبيه ممثل، وربنا بيكرمهم. انت مش متابعه ولا ايه؟ شبيه محمد صلاح، شبيه ماني، شكلك كده مش متابعه سين الاشباه. عمرك شفت حد بيقلد حد وبينجح بمجهود غيره؟ شفت؟ زي وبصراحه معاه حق يعني، الاشباه دلوقتي بقوا يستخدموهم في سكتشات، يطلعوا في مسلسلات واعلانات، يعني مش عارف ده بيحصل ازاي يعني، بس هم وصلوا الحته دي خلاص. الهجوم الشديد ده معلش انا اسف يعني فنانين كبار الناس بتنتقدهم، والناجح ملوش لازم يبقى ليه اعداء. يا واد يا تقيل، ايوه الواد اللي ليه هيترز. فمن اول يوم الناس اعترضت على شغلك. 20% اللي بيعترضوا، 80% حابيني والناس. بعد اذنك بس انت شكلك كده ما فتحتيش الاستاتستكس. انا عندي 20% ديسلايكس، 80% لايكس. كيز التركي لما عملت له منشن عمل لك بلوك. هو عامل لي بلوك. ليه متضايق؟ انت حرفيا سرقت الايدنتيتي بتاعته. ليه مقموص؟ انا كده ناجح. انت كده يعني ناجح ايه؟ بس طالما واحد مشهور وبلوجر تقيل قوي ويعمل لي بلوك، فدي في حق ذاتها لا كده ناجح. انت يعني ناجح في السرقه يعني مثلا ولا ايه؟ ناجح في التقليد، عملت كوبي نظيفه يعني، عملت كلون محترم. ايه النجاح في ده؟ ما تكبرش موضوع، ما تكبر. انت كده اصلا الموضوع سقفه واطي، من حقه يعمل لك بلوك. لو كان نويل عمل لك بلوك كنت عملت ايه مروان؟ كنت ازعل. اكيد طبعا كنت هزعل. عايز افهم ايه اللي انا قاعد بتفرج عليه ده، يعني حاسس ان انا فتحت ابلكيشن منافس لتيك توك في كل حاجه بقى، بس ايه شكلها مختلف. عارف انت لما تيجي تفتح مثلا بيس بعد ما فيفا اشترت حقوق كل النوادي، تلاقي كل النوادي اللوجو بتاعها متغير وواخده اسامي تانية مختلفه. طيب خالك ماهر معانا على التليفون، مساء الخير. الو مساء النور. زي حضرتك؟ اهلا بيكي. وايه الاحراج ده؟ استاذ ماهر ايه رايك في ابن اخت حضرتك؟ هشام بيقول ان انت اللي اكتشفته وانك بتدعمه علشان يقدم. ماهر علي خال هشام شبيه جنكيز التركي ومكتشفه. عارف استاذ ماهر يعني يودي جمايلك دي فين؟ انت مكتشف لنا يعني نبغه من اعظم اكتشافات الفن الحديث. بس انت بتقدم ابن اختك على انه بيعرض كرشه مقابل المال، يعني انا عايزه اعرف ايه الرساله اللي حضرتك هتخليه يقدمها للمجتمع. تعمل المطاعم اللي هي مش قادره تجيب حد مثلا تدفع له فلوس، ينصروا الغلابه، اي حد معهوش فلوس يجيب جنكيز الاصلي، بيقفوا جنبه. قد ايه هم حقيقيين وانسانيين ويفيدوا المجتمع. هو لو مش ناجح انا ما كنتش قلدته. يعني على فكره لو ما كنتش ناجح ما كنتش قلدته. ده فاليديشن يعني. هل ده يعطيك الحق ان انت تقلده؟ يعني لو كان فاشل مثلا كنا هنقول لك لا ما تقلدش حد فاشل، انت اقل من حد ناجح وعنده 50 مليون فولور ما تقلدش. عشان انا هدعم اهل بلدي، هنزل على مطاعم معلش مش قادره لا تعمل دعايه لنفسها، انا هنزل ادعمها. هتدعمهم بايه؟ هدعمهم بكرشي. قد ايه انت انسان يا هشام، انت والطفل اللي معاك اللي مجرجره معاك ده. وبس كفايه لحد كده، كفايه تلوث سمعي وبصري، كفايه دوشه. ان هي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتسيبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وايه رايكم في ظاهره تيك توكرز اللي بيفيرالوا وبيقرروا ان هم ياخدوهم في التلفزيون، حاولوا يطلعوا منهم اي كلام. وبس كده، اشوفكم فيديو تاني جديد قريب، و باي باي. لو كان نويل عمل لك بلوك كنت عملت ايه مروان؟ كنت ازعل.